عمرو مراد، حبيبي، عامل ايه؟ كله زي الفل. طمنا على اخبارك كده. اللهم لك الحمد. كله طب زي يا رب الفل. يا رب دايما بخير يا رب. حبيبي هسألك شوية أسئلة تخص الفوكال ريكوردينج والفوكال بوث. ماشي، يلا بينا. احنا جاوبنا عليها قبل كده، لكن عايزين نجاوب عليها تاني علشان نوصل المعلومة بكل الطرق. اوكي، وانا موافق. جاهز؟ يلا بينا، جاهز. ماشي، أول سؤال، اتفضل. هو ايه الفرق ما بين الفوكال بوث والفوكال ريكوردينج؟ زي ما اتكلمنا قبل كده، هو الفرق فرق فكرة العزل، انه في فوكال بوث دورها انها تعزل الصوت اللي بره عن الصوت جوه والعكس، لكن الفوكال ريكوردينج دورها معالجة الصوت، يعني هنحطها في غرفة تكون عادية بعيدا خالص عن فكرة العزل، ان احنا نشيل صدى الصوت اللي في الغرفة ونقدر نسجل الصوت بتاعنا بشكل يكون فلات ويكون دراي. حلو جدا. تقدر تقول لنا هي ايه وظيفة الفوكال ريكوردينج بكل اختصار؟ بكل اختصار ان احنا هنقدر نعمل بيئة محيطة للميكروفون وللشخص الفنان المؤدي مناسبة للتسجيل. هنعمل حواليهم كده حوالي متر يقدروا يسجلوا جواه بشكل كويس، يطلع الصوت دراي وفلات وما يكونش بوكسي. كنت هقطعك في حاجة. قولي. مين اللي يقدر يسجل جوه الفوكال ريكوردينج؟ معمولة لمين او بتستهدف بيها مين؟ بص، بالواقع اللي احنا شايفينه او اللي احنا بنتعامل معاه، الفويس اوفرز بكل انواعهم، الدابنج والشباب اللي بتعمل دوبلاج، نقدر نقول كمان اللي بيسجلوا قرآن كريم. معظم التسجيلات اللي فيها فوكال مناسبة جدا جدا. تمام جدا. ينفع نركب لها تهوية؟ بص، هو احنا اتكلمنا قبل كده في النقطة دي، انه في الحالة بتاعة الكابينة اللي هي او الفوكال ريكوردنج اللي معمول لها معالجة صوتية، احنا عاملين فيها فتحتين في السقف مع وجود الستارة العادية اللي عند المكان بتاع الباب، فهي لو موجودة في مكان اوريدي هو فيه تهوية، في يعني اقصد بمعنى الكلام يكون فيه تكييف، فهيخش عن طريق المكان بتاع الباب الهواء الساقع والهواء السخن هيخرج من الفتحتين دول. تمام جدا. بالظبط، دي فكرة التهوية بالنسبة للكابينة اللي معمول لها معالجة. الكابينة اللي معمول لها عزل، لا، فكرة التهوية فيها مختلفة تماما، لأنه احنا محتاجين نقلب الهواء الساقع اللي بره والسخن اللي جوه من غير ما نعمل أي صوت يدخل للكابينة، لأنها معزولة صوتيا. زي الفل. بس أسألك بقى سؤال تاني، والسؤال ده مهم جدا. قولي. ليه الفوكال ريكوردينج ملهاش باب؟ زي ما قلنا قبل كده، الباب علشان يتركب أولا هيقفلها خالص وهتتكتم، ثانيا لازم الباب عشان يركب لأنه ليه حلق وليه تفاصيل معينة في الوزن بتاعه وقوته، لازم يكون متركب في حاجة قوية كأجناب يركب عليها الحلوق. لكن بالوضع اللي احنا عاملين عليه أو التصميم الجاهز والمصمم لفكرة الفوكال ريكوردينج بدون باب. تمام، هنستبدلها بستارة بلاك اوت. اوكي، زي ما قلنا ده جزء من التطوير اللي احنا بالفعل عملناه، وبدأت الاوردرز تخرج عليه، وجود ستارة بلاك اوت. والفوكال ريكوردينج 10 مرات. لا. شكرا يا عمرو. حبيبي.